لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسبب فواتير يوم القيامة، الفنان ضياء عليان يعتزل الغناء. أعلن المغني والرابر الأردني ضياء عليان عن اعتزاله الغناء والتوجه إلى الأعمال الهادفة، وذلك بسبب فواتير يوم القيامة على حد تعبيره. وأطل ضياء عليان في مقطع مصور ليعلن لجمهوره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتزاله الغناء والتوبة إلى الله بعد مشاهدة مقطع لشخص يدعى عز عدنان عن فواتير يوم القيامة. وقال عليان أن فواتيرنا ليست واحدة، ورب العالمين ماذا أعطاك سيحاسبك عليه. ماذا سنعمر في هذه الأرض؟ واكتشفت أنني نسيت الرسالة. وأضاف: وصلت لمرحلة أني مسحت بكل بساطة أشياء كثيرة من السوشيال ميديا لا تشبهني ولا تشبه المكان الذي أتيت منه، وأشياء يمكن أني سرت خلفها بسبب الترند، ولكني وصل وتابع. شعرت أن الخطأ هو أن أستمر في الخطأ، الخطأ ألا أتعلم من تجاربي، الخطأ أن أرضي كل الأذواق ولا أرضي نفسي. أريد أن أريكم النسخة الأجمل من ضياء عليان. يذكر أن الفنان الأردني ضياء عليان أحد فنانين مشاهير قرروا اعتزال الغناء مؤخرا لأسباب دينية، أبرزهم مواطنه أدهم النابلسي والمصري فارس حميدة. وخرج كل من أدهم النابلسي الذي كان قد حقق شهرة واسعة بأغنياته بعد مشاركته في أحد برامج المواهب، وحميدة الذي كان من أوائل مؤدي فن المهرجانات بمصر في مقطعي لإعلان اعتزالهما وتوبتهما إلى الله. وظهر أدهم النابلسي في مقطع آخر وهو يسجل القرآن الكريم بصوته، وفي آخر كان يؤم المصلين في المسجد، بينما سجل فارس حميدة أنشودة دينية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.